جربتوا تعملوا دبابيس الفراخ في الاير فراير قبل كده؟ تعالوا نعملها مع بعض خطوة بخطوة واوريلكم التتبيلة بتاعتي اللي بتخليها طرية وصحية ولذيذة جدا. هنبدأ نعمل التتبيلة، وأول حاجة هنحتاجها 3 علب زبادي صغيرين، وزن كل علبة 180 جرام، عليهم نص كوباية عصير برتقان، وعلشان نقوي طعمه أكتر استخدمت قشر برتقان، ومعاهم معلقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود، فلفل أحمر مجفف وأوريجانو، ومعلقة صغيرة من الثوم البودرة، بابريكا مدخنة وريحان المجفف، معلقة كبيرة من العسل الأبيض، ومعلقة كبيرة من دبس الرمان. هنقلب المكونات كلها كويس جدا مع بعض، والكمية دي بتكفي نص كيلو دبابيس مقاس متوسط. ودلوقتي هضيف الدبابيس واكون غسلها كويس جدا بالليمون والخل، وعامله فيها فتحات بالشكل ده عشان التتبيله توصل كويس جدا جواها. هغطيها واسيبها في التلاجة على الاقل ساعتين. بحب استخدم جدا اطباق من ورق الزبده في الاير فراير، وخصوصا وانا بسوي اللحوم. رشيت عليها زيت، خليت التايمر لتلت ساعه على اعلى درجه حراره، وكل 5 دقايق بقلبها الناحيه التانية لغايه ما توصل معانا للون الذهبي الحلو ده. الوصفه سهله وسريعه جدا، وطعم الدبابيس خطير، ولو عجبتكم ياريت تعملوا لايك وشير.